صباح الخير صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني عنكن. خلينا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صبايا بدي منكن طلب، المي مشتركة بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل فيديو أنا بنزله، وضللنا 15 مشتركة رح نوصل على 24,000. بس ضللنا 15 مشتركة اليوم إن شاء الله رح نزلكم فيديو بس تتكمل القناة على 24,000. رح نزلكم فيديو حلو اليوم. صبايا روتين المطبخ، أنا قلت لكم باللايف إني رح أنظف المطبخ، بس هاي مي تنظيف العيد، هاي تنظيفة عادية لأني كنت كرهان المطبخ. بشيل وبشلف، بطالع شي من الخزانة وبرجع وبشلف وشلف، ما برجع مكانه على المزبوط. صورت لكم أول شي شلون كانت الخزانة تبعيت الصحون، وهاي الخزانة تبعيت الكاسات كان في كتير غبرة. نزلت أول شي الصحون كلياتن، طبعا الصحون كلياتن نضاف، بس إنه تحت الصحون كان في غبرة، لأني من آخر فيديو نزلت لكم إياه قبل شهر ما مسحت قلب الخزن. تقريبا أنا كل شهر بمسحه مرة لأني مسكر ما بدخل عليه غبرة كتير، بده كل شهر مسحه مشان ما يخرب الخزن من المي ومن سائل المسح، مشان ما يخربوا. مشان هيك أنا بدير بالي عليهم وما بخليهم إنن أمسحهم كتير، لأني من مسحتهم كتير رح يصير يتقشر ويخرب. وبجيب لهم هدول المساحات، هدول بينباعوا بالبيم بالماركت، بجيب لهم ياهن مشان ما إنه ينخدشوا. يعني مزبوط البيت آجار، بس أكيد بدنا ندير بالنا على الخزن، بدنا ندير بالنا على البيت. إذا آجار أكيد ما نكسره ونطبشه. هون صبايا هي عينة الصحون، كنت عباخد منها صحون وبرجعن بحطن شلون من كان، يعني ما بدير بالي عليهن وما برجعن وبظبطن على السوا، لأني كنت متوعدتله للمطبخ إني أنظفه تنظيفة كتير حلوة على وش العيد، ورجع أنظفه قبل العيد مرة تانية. هون صبايا هدول اللزقات اللي كنت مثبتة عليهم القراتي تركتن ما شلتن، لأني ما كان عندي لزق بالبيت، تركتن لأني بدي أرجع أثبت قراتي مرة تانية مشان المطبخ. ورجعت صفيت الصحون، قلت لكم الصحون كلياتهم نضاف ومجليات قبل بيوم، بس إنهم كانوا محطوطين شلون ما كان. رجعت صفيتهم هون بهيك بهالطريقة، اللي لازميني أكتر شي بستعملن تحت، واللي ما بستعملن كتير فوق حطيتهم هيك بهالطريقة. الخزن عندي كتير عاليات، يعني بدي أطلع تقريبا كرسيين لحتى أحسن أوصلهن وأمسحهم. وكان فوق الخزن عبيتجمع كمان غبرة، لأني فوق الخزن مكشوف، مشان هيك اليوم يعني كان عندي كتير تنظيف فيه للمطبخ. وهدول القراتي اللي رح ركبهم شكلهم كتير حلو والرسم عليهم كتير حلوة، بس أنا ما رح أكويهم هالمرة. عندي مكواية بالبيت بس ما رح أكويهم، لأني بعد أسبوع المطبخ له تنظيفة تانية، تنظيفة العيد. هلأ هذا الفيديو بس لأني وعدتكم إني رح نزل فيديو، ما كويت القراتي. رح أرجع أركب الطقم الأبيض اللي ركبته معكم هداك العيد، رح أرجع أركبه. صار شكلهم ما حلو زيادة لأني ما نكووا كتير مجعلكات، بس يعني بوقفوا بالغرض. إنن مع إذا هلا تركتن نهارين وبرجعوا بجلسوا لحالهم هن، لأني كانوا مضبوبات مشان هيك اتجعلكوا. هاي صبايا خزانة الكاسات كمان نزلت القرات اللي فيها وكل شي مسحتها ورجعت عليها الكاسات، صفيتهم بهالطريقة، صار شكلهم كتير حلو. في عندي من كل شي تقريبا 6 بس في شغلات ناقصة، شغلات زايدة. أكتر شي عندي بحب أحتفظ فيهم هن كاسات الشاي القديمة تبعات سوريا، أكتر شي بحب أحتفظ فيهم. إذا نطلع سيران أو شي الشاي بتكون فيهم كتير طيبة. وهيك صفيتهم بهالطريقة، وجبت كلمة الله محمد كنت حاطتها فوق الخزانة، كانت كتير متغبرة، كمان مسحتها وحطيتها بقلب الخزانة عشان ما تتغبر. أنا كتير بحب إني حطها هيك، بعطيني هيك طاقة إيجابية بالمطبخ. في عندي بقية الغرف كمان مشان هيك حطيتها هي بالمطبخ. بحب أنا أشوف هيك شغلات. لو في معي مجال بالمطبخ كمان كنت حطيت رفوف وحطيت عليهم صمديات كتير حلوة،
هون صبايا وصلنا عند ركن القهوة، كان كمان ركن القهوة متغبر. عدت من فترة علينا مثل هيك عاصفة رملية، دخل كتير غبرة من شبابيك المطبخ. كمان رح أمسحه، بس ما رح أمسحه بالمعطر وبالمنظف، رح أمسحه بمحرمة عادية من هدول المحارم، هدول بكونوا مبلولين مي وعطر. رح أمسحه بمحرمة عادية. نزلت كل الفناجين وليفتن، رح رجعهم عليه بس أمسحه بمحرمة عادية. وحسيت إنه ما بتحمل مسح، لأن الدهان اللي فيه مانو زيادة. إن شاء الله إذا جوزي وافق رح أقوله إني يجيب لي بخاخة أبخه بالبيت وأغير له الدهان اللي عليه، لأنه ما عجبني أبدا. هيك صبايا صفيتهم، شوفوا شكلهم صار كتير حلو. وحطيت هذا الضو حوالين ركن القهوة، هذا من قبل كان محطوط بس فكيته لبين ما مسحته ورجعته. صار شكلهم كتير حلو، أنا بحب كتير شكلهم هيك أحطهم بالمطبخ، بيعطوني هيك شكل كتير حلو للمطبخ. وهلا رح أمسح كمان خزانة التوابل والقهوة والشاي وبقية الشغلات، رح أمسحها وأرجع كمان كل شي عليها. هلا أنا ما رح طولكم الفيديو زيادة مشان ما تملوا. كمان هي عينة التوابل كمان مسحتها وركبت لها، رجعت هاي المادة اللي بقلبها لونها حمرا، وحطيت لها قراتي وسكرتها. هيك صار شكل الركن القهوة، صار كتير حلو بصراحة. يعني هي هون عندي الخزانة تبعية المونة، كنت تقريبا المونة يعني عم تخلص، لازمني روح على البيم مشان أجيب أغراض. المونة كانت عندي هاي من رمضان، قربت تخلص، مشان هيك لازم أروح مرة تانية. هاي صبايا هون فوق الخزن. وأنا كل فيديو بنزلكن إياه فيه روتين بالمطبخ. بمسح أول شي فوق الخزن، بحس إذا انمسح فوق الخزن بحس المطبخ كله نظيف. وصبايا زحيت الغسالة والبراد والفرن كمان مسحت تحتهم، وغسلت البرادي، بس ما حبيت أطولكم الفيديو زيادة. ورتبت الخزن من تحت. وهون صبايا شوف المطبخ هيك صار آخر شي، هيك صار شكله. فتحت الخزانة هاي مو مسحتها بالمنظف مشان ما يصيرلن ريحة للكاسات، انه يصيرلن ريحة سائل التنظيف، مشان هيك فتحتها بس شوي مشان تتهوى، مشان تتغير ريحتها وما تطلع الريحة بقلب الكاسات. هيك صبايا صار شكل آخر شي المطبخ، صار شكله كتير حلو. بس برا كان مطر مشان هيك ما فتحت الشباك، عفته مسكر. وحطيت هاي الطاولة الغطا اللي عليها اجا مع القراتي، هنن اجوا هدول طقم. لسه في معهم برداي بس ما ركبتها، كان فيها شوية نقص، هاي البرداي فيها شغلات ناقصة. هلا بدي تقولولي اذا عجبكم المطبخ بعد التنظيف. ما حطيت لكم فيديو كان قبل التنظيف، حطيت لكم مقاطع صغيرة شلون كانوا الخزن قبل التنظيف. شوفوا صاروا كتير حلوين. هلا هالمطبخ انا هيك زبطته تظبيطة عادية، يعني لسه اني ما تعمقت فيه، لسه انا بليف الحيطان، بليف السقف، بظبط شغلات. عندي سقيفة بقلب المطبخ كمان بطبقها. هلا روتين عادي، بس انه مشان لاني لسه العيد مطول، وحسيت المطبخ كتير صار فيه كركبة. وانا لما بصير المطبخ هيك كتير كركبة بحس حالي متوترة، ما بحب افوت عليه وما بحب حتى اصور فيه. مشان هيك عملت له هاي التنظيفة. اليوم ما شاء الله الله يبعث الخير يا رب، اليوم عنا كتير مطر من تقريبا الساعة 3 العصر لآخر الليل، ضلت كتير مطر ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. هلا راح اورجيكم من الشباك شلون عم تنزل المطر ما شاء الله، مو مبين كتير على التصوير بس عن جد كتير مطر. وهي اول لسه نزلتها، لسه للمساء الحارات يعني وكل شي تغرقوا، صار في كتير مطر للمساء. سبحان الله انه ما ناوي الصيف هالسنة يجي لعنا. عم امزح معكم، لعنا كتير شوب 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 لدرجة بس انه مطر برا، بس البيت كتير شوب يعني لدرجة. هلا اليوم صبايا رح اسوي فاصوليا خضراء، ورح اسوي حامض بازيلا ورز. الفاصوليا انا مشتهية عليها، وحامض البازيلا والرز لجوزي، لاني جوزي بياكلها بالشغل كتير كتير. الاتراك بيعملوا فاصوليا خضراء وبيضة، جوزي ما بيحبها ابدا، يعني بيكرهها، لاني كل نهار
نهارين 3 بسووا فاصوليا خضرا وبيضا، كل كم نهار بسووها. مشان هيك جوزي كتير بكرهها، يعني ما بحب هاي الأكلة أبدا. مشان هيك هلأ أنا اشتهيت عليها، شفتها بالبازار كانت نازلة جديد، جبت شوية ما كترت، نص كيلو تقريبا. أول شي قليت اللحمة وحطيت فوق الفاصولية مقطعة ومغسولة، وحطيت فوقها معلقة توم ومعلقة كزبرة. هلا رح اتركها تستوي تقريبا نص سوية، بعدين رح اطبلها البندورة. نحن هيك بنعملها، انتو حكولي شلون بتعملوها. انا هاي طريقتي بتذكرها من سوريا، هون ما طبختها ابدا لا هي ولا الفاصوليا البيضة لاني جوزي بيكرهها. ما يعني انه هو ما بتكبر عن النعمة، لا حرام. بس انه كتير بياكلوها الاتراك بالشغل، كتير كتير لدرجة يعني كل ما بسأله شو اتغديتوا اليوم بالشغل بقولي فاصولية. مشان هيك ما بطبخ له اياها بالبيت، بحسه انه خلص تعقد منه لهي الأكلة. وهن الأتراك يعني هي أكلتهم المفضلة، حتى لو صار الكيلو كتير غالي بدهم يشتروها ويطبخوها، كتير بحبوها وخصوصي نهار التنين. هون صبايا قليت كمان لحمة بطنجرة تانية وحطيت عليها البازيلا والبطاطا. أول شي تركت البازيلا شوي تتقلى، بعدين حطيت فوق البطاطا، ما رح أحطلها جزر هالمرة. هاي اللي هون الفاصوليا كمان استوت نص سوية، طبيتلها البندورة. البندورة عندي مستوية يعني مي انه، بس لونها قلبها طلع اصفر مو احمر زيادة، مشان هيك رح احطلها معلقة دبس بندورة، معلقة رب البندورة. انتو هيك قلتولي هذيك المرة انه اسمه عندكم. وهون كمان حطيتله للحامض بعد ما استوت البطاطا نص سوية، حطيتله دبس بندورة وبلشت احركه مشان يذوب الدبس. والفاصوليا ما بتاخد وقت كتير على الغاز، مشان هيك رح اسكر عليها الغطا واتركها لحتى تستوي على راحتها على مهلة. هيك صبايا كانت سفرتنا لليوم. الحمد لله صارت كتير طيبة، الفاصولية صارت كتير كتير طيبة، والحامض كمان طلع كتير طيب. في تعليق اجاني على القناة يضحكني شوي، في وحدة قالت لي انه انتي بتعزلي وبتطبخي، انه بترجعي بتوسخي. طيب نحن اجباري بدنا نعزل ونطبخ، يعني ما بنحسن اذا مثلا نهار عزلنا او اشتغلنا انه مثلا شو نعمل، يعني نستأجر حدا يطبخ لنا. نحن اجباري نحن نطبخ. انا عندي بنت صغيرة بدها تاكل، اجباري. يعني هلا هي شو بعرفة اني انا اليوم عزلت المطبخ او عزلت الصالون، اجباري بدها طبخة طيبة، بدها شي. انه الولد ما بيفهم هالحكي يعني، وانا ما بحب الاكل الجاهز زيادة ولا جوزي. بنحب انه بالبيت حتى لو شو من كان، حتى لو كانت طبخة صغيرة بنحب انه بالبيت ناكل. هيك تعودنا من ايام سوريا. وهلا صبايا خلص الفيديو، ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو، ومع السلامة.